يا الله اخواني، قسما بالله اي مرة ما عندها عفة، ما عندها ستر، طالعة من الطريق مو صوجها. صوج الرجال ولي امرها اذا كان زوجها او اخوها او ابوها. اليوم انا عندي مراجعة باحد المستشفيات بالنجف. طبعا طبيت للمستشفى، الموظفات مو موظفات، عرايس، عرض ازياء، قسما بالله مو كلهن، اكو بيهن بنات عوائل والله يستر عليهن بحق الحسين الشهيد، لكن الاكثريه. واضافه لهذا الشقه والسوالف ويا الموظفين عادي، هاي مساله عابره. كملت من المستشفى، رحت ازور، زرت قبر السيد وطلعت الى مرقد الامام علي عليه السلام. طبعا هواي من النساء مكياج مو طبيعي، وقسم بهن ازواجهن وياهن، يعني ماكو لا حرمه الى الله عز وجل والى امير المؤمنين والى مدينه امير المؤمنين، ولا اليوم استشهاد الامام الكاظم عليه السلام. وعدنا فد حاله صارت بالنجف، بدت العباء تقل، جتنا هاي الجبه اللي تطلع تفاصيل الجسم، وحتى اللابسات عبي اجى مدير تخلي الجنطه فوق العبايه. هاي الجنطه من تصير على العبايه تبين تفاصيل الجسم، ما نعرف هاي المديرات منين اجتنا. على العموم طلعت من الزياره، ركبت التاكسي وجيت بطريق كوفه نجف. والله كان اسمع بالتاكسي انا راكب اسمع غناء عالي، بس انا قلت له عسباله هذا اللي بصفنا يمشي، لان كان ازدحام. قلت له بالتاكسي، قلت له من مشغل غناوي؟ قال لي ذيك البنيه. قلت له وينها؟ قال ذيك وحده تسوق، غناء بعلى الصوت، المكياج فول، ماكو لا احترام الى الامام الكاظم والى مدينه امير المؤمنين والى الله عز وجل، ماكو اصلا. ناس في قمه الطغاوه، والمجتمع العراقي هو مساهم بهاي الكارثه. ليش؟ لان حتى الناس اللي تدعي بالايمان ماكو امر بالمعروف والنهي عن المنكر الا ما ندر، وباقي المجتمع العراقي حاير بلعبه كرة القدم. العراق فاز، الحكم خسرنا، من راح يصعد الكأس العالم. والله العظيم لو نركز على ديننا مثل ما نركز على كرة القدم احنا بخير. شوف انا هسه بالكوفة، وهذا مسجد الكوفة المعظم، هاي عاصمة الامام. باذن الله الامام قادم وراح ينشر العدل، فتوبوا من هسه. ترى التطور مو تشيل غيرتك عمي، التطور مو تطلع مرتك لو اختك لو امك متمكيجه ولابسه ملابس تبين تفاصيل جسمها، ولا التطور انت تسمع غناء بالشارع وعلى الصوت. اصحوا اخوان، اصحوا، هاي مدينة امير المؤمنين، ما يصير هاي الوضعية يا اخوان. نسأل الله ان يحفظ الجميع، في امان الله.